بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شفنا في الفيديوهات السابقة الشخصيات ديال رواية لا بواط ميرفي، وشفنا الشخصيات ديال لو ديرني جور دان كونداني. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الشخصيات ديال رواية أونتيغون، وبلا ما نطول عليكم نبدأ على بركة الله. اول شخصيه اللي هي اونتيغون، اللي يعني القصه كتهضر على هاد الفتاه. سي لا في دوديب سور ديتيوكل اي بولينيس اي ازمين. Cette jeune fille est l'héroïne de l'histoire qui porte son nom. Elle est décrite comme pas assez coquette par son entourage, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une volonté de faire, ce qui la poussera à affronter son oncle Crayon en essayant d'enterrer son frère. هي هاد الفتاة، يعني نشوفوا الشرح، هي ابنة أوديب وأخت إتيوكل وبولينيس وإزمين. هذه الفتاة الجميلة هي بطلة القصة التي تحمل اسمها. كانت توصف بغير المتأنقة جدا من طرف محيطها، لكن هذا لم يمنعها من أن تكون لها إرادة من حديد، وهو ما جعلها تواجه خالها كريون في محاولة دفن أخيها بولينيس. يعني هي تعترض أو تحاول أن تدفن أخاها بولينيس الذي عاقبه كريون بعدم دفنه وتركه عبرة للآخرين. الشخصية الثانية اللي هو كريون، اللي هو الخال أو العم ديالها، et le frère de Jocaste, légitime roi de Thèbes, après la mort des deux princes ennemis. Crayon est un souverain âgé, réfléchi et courageux. Il nous est décrit comme étant seul، يعني الرواية تدل على أنه كان وحيدا. Crayon est seul. Se consacrant ainsi entièrement à son règne, dont il assume les sacrifices nécessaires comme la punition de Polynice ou l'exécution d'Antigone. هذا كريون هو أخو جوكاست، وهو الملك الشرعي، عفوا هو الأخ ديال جوكاست الملك الشرعي لتيب بعد موت الأميرين الأعداء. كريون هو عاهل عجوز حكيم وشجاع، تم وصفه كوحيد. كريون وحيد، يعني كما قلنا في الرواية، كرس حياته لحكمه، حيث تحمل كل التضحيات الضرورية مثل عقاب بولينيس أو إعدام أونتيغون. هذا الشخصية الثانية. نمشيو للشخصية الثالثة اللي هو إزمين، اللي هي الأخت ديال أونتيغون، sœur d'Antigone qu'il aime beaucoup mais qui pas très courageuse avant la fin de l'histoire. Néanmoins, elle reste une belle jeune fille coquette et raisonnable. عفوا. إزمين هي شقيقة أونتيغون التي تحبها كثيرا، لكنها ليست شجاعة قبل نهاية القصة. مع ذلك تبقى جميلة متأنقة وعاقلة. ننتقل للشخصية الرابعة اللي هو إيمون، يعني هو الخطيب ديال أونتيغون. C'est le fils de Crayon et d'Eurydice, fiancé d'Antigone à laquelle il est très fidèle. Sa fidélité qui le conduira au suicide lorsque cette dernière meurt sur les ordres de Crayon. Ce fait poussera également à mépriser son père qu'il admira beaucoup auparavant. Aimon هو ابن كريون وأوريديس، يعني الأم ديالو سميتها أوريديس،
خطيب أو خاطب أنتيغون ووفي لها، وفاؤه لها أدى به إلى الانتحار عندما ماتت تحت أوامر كريون. هذا الحدث دفعه لاحتقار والده الذي كان معجبا به كثيرا من قبل. الشخصية الموالية هي لا نوريس. C'est une vieille dame également appelée Nounou par les filles dont il occupe. هي سيدة عجوز تسمى كذلك نونو من طرف الفتيات التي تعتني بهن. لو برولوغ ولا لو كور، هنا سي اش كتقرا ك ماشي ش. issu des pièces de théâtre de la Grèce antique. Cette entité intervient au début du texte pour nous narrer le contexte de la pièce et nous présenter les personnages. Il réapparaît par la suite tout au long de la pièce pour faire avancer le récit. المقدم هو الذي يقدم يعني مراحل المسرحية أو القصة. انبثق من المسرح اليوناني القديم. هذا الكيان يتدخل في بداية النص من أجل رواية السياق وتقديم الشخصيات طوال المسرحية والمضي قدما في الحكاية. أوغيديس اللي قلنا هي الأم ديال إيمون والزوجة ديال كريون. سي لا فام دو كريون qui passe ses journées à tricoter des habits pour les pauvres de Thèbes. هاد الأ خصها واحد الأكسون، يعني إلى ماشي لو فيرب أفواغ مصرف. عفوا. هي زوجة كريون التي تقضي وقتها في حياكة الملابس لفقراء تيب. تيب هي المملكة ديال كريون. Les trois gardes هما الحراس الثلاثة chargés de surveiller le cadavre de Polynice. يعني الحراس عفوا الثلاثة تولوا مراقبة قبر بولينيس. Le page du roi هو الوزير ديال الملك أو المرافق. Il accompagne Créon dans plusieurs scènes et souligne la solitude du souverain. Il représente l'innocence immovante, le symbole vivant du paradis perdu de l'enfance. Il voit tout mais ne saisit pas l'importance de la situation. Il n'est d'aucun secours pour Créon, juste une oreille silencieuse. Il rêve un jour de devenir grand. هو المرافق الملك يرافق كريون في العديد من المشاهد ويؤكد على وحدة الحاكم. إنه يمثل البراءة المتحركة، الرمز الحي لجنة الطفولة المفقودة. إنه يرى كل شيء ولكنه لا يفهم أهمية الموقف. إنه لا يساعد كريون فقط أذن صامتة، يحلم أن يكون كبيرا يوما ما، ربما يحلم بالحكم. وفي الأخير عندنا لو ميساجي سي لوي كي فياندغا أنونسي لا مور دونتيغون، يعني المبعوث هو الذي سيأتي ليعلن وفاة أنتيغون في آخر الرواية. إذن هادو هما الشخصيات ديال رواية أنتيغون. كنتمنى لكم التوفيق كاملين أصحاب السيزيام. نتمنى تستافدوا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.